طبعا امبارح كلنا سمعنا الخبر الجميل بتاع زيادة أسعار الكهرباء. هتلاقي الغاز برضه نفس الكلام يعلى، وشوية المية هتعلى، والإيجارات. إنما المرتب محدش بيتكلم عليه. ليه محدش بيتكلم عليه؟ بس ده أنت بتاخده. إنما اللي هتدفعه المفروض يبقى أكتر بكتير. أنت بتتصرف إزاي بقى، تحل نفسك إزاي، أمورك إزاي، مفيش. بالناس حسبة بسيطة مثلا بتتكلم دلوقتي في متوسط 2000 جنيه ده، ومية وكهرباء وغاز. قول مثلا نفس الكلام، 1500. 1500. اللهم صل عليك يا نبي. من غير أكل، من غير شرب، من غير مصاريف مدارس، من غير مصاريف العيال، من غير علاج لا قدر الله، من غير أي حاجة. يعني أنت المفروض دلوقتي تقبض لك حوالي 25000 جنيه، 30000 جنيه عشان تقدر تقاوم الظروف. طب أنا مرتبي مش كده، ولا عمره هيجيبه كده. في ناس بتاخد أقل من كده كتير. يا ترى بس الناس اللي بتحط قوانين دي تعرف ان القوانين دي تنفع للناس؟ ما تنفعش للناس، تيجي على ناس، ما تجيش على ناس تانية.